السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ طبعا جاي لكم النهارده بكاميرا جديدة وبمايك جديد، وان شاء الله تكون بداية جديدة في قناتي. اهلا بيكم. فيديو حزين، انا ما كنتش ناوي اصور الفيديو ده، بس دي مسلة. تخيل كده يا صديقي وانت ماشي في قلب باريس، قدامك برج ايفل وحواليك اوروبا كلها، وفجأة تلاقي مسلة فرعونية مصرية واقفة بكل شموخ. مش تمثال فرنسي، مش نصب اوروبي، دي قطعة من قلب مصر. نرجع بالزمن اكتر من 3300 سنة. المسلة دي اتنحتت في عصر الملك رمسيس الثاني، واحدة من مسلتين اتعملوا مخصوص عشان يقفوا قدام معبد الأقصر. المسلة اتنحتت من الجرانيت الوردي اللي جاي من محاجر أسوان، يعني اتقصت هناك واتشحنت في النيل ووصلت لطيبة اللي هي الأقصر حاليا. ارتفاعها حوالي 23 متر، وزنها أكتر من 230 طن، واتنحتت بإيد بشر من غير آلات، من غير معدات حديثة، فقط بعقل عبقري وصبر فرعوني. والنقوش اللي عليها هي تمجيد لرمسيس الثاني وانتصاراته وعلاقته بالإله آمون، لحد ما جه القرن 19 وابتدت الحكاية تاخد منحنى تاني خالص. بالظبط سنة 1830 محمد علي باشا حاكم مصر وقتها قرر يهدي فرنسا واحدة من مسلتي الأقصر. طب ليه؟ الإجابة هي سياسة وعلاقات دولية ومحاولة لكسب دعم فرنسا. فرنسا وقتها وافقت، ولكن كان التحدي شبه مستحيل في نقل المسلة. فرنسا صنعت سفينة مخصوصة وسمتها الأقصر عشان تشيل المسلة، وتم إنزال المسلة من مكانها بحسابات هندسية مرعبة، لأن غلطة واحدة بس بتدمر أثر عمره آلاف السنين. المسلة وصلت لباريس، اترفعت المسلة في ميدان كونكورد، وده بالمناسبة الميدان اللي أنا صورت منه الفيديو لحضراتكم، اللي هو يعتبر أهم ميادين فرنسا، نفس الميدان اللي اتعدم فيه ملك فرنسا وقت الثورة. يعني مسلة فرعونية واقفة في مكان اتغير فيه تاريخ أوروبا. السؤال الأهم هنا، هل هي كانت هدية؟ رسميا كانت هدية. طب هي كانت خسارة؟ بالفعل كانت خسارة، ولكن الأهم إن المسلة واقفة هناك وبتقول للعالم كله إن الحضارة اللي علمت البشرية كانت هنا في مصر، وإن أوروبا نفسها واقفة قدام أثر أقدم من تاريخها كله. مسلة باريس مش مجرد حجر ولا ديكور سياحي، ده شاهد على عبقرية المصري القديم، وعلى زمن كان فيه مصر قلب العالم، وهي واقفة هناك لسه بتقول نفس الرسالة: مصر كانت هنا وهتفضل هنا.